اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. فيديو جديد معاكم حبايبي. النهارده زي ما انتم شايفين نزلت السوق، قلت اجيب الحاجات بقى للست البيت المصريه من اول الشهر لاخر الشهر، هتقعد معاكي وتشيلي منها كمان لرمضان. كل سنه وانتم طيبين، رمضان على الابواب يا حلوين، ودايما كده متجمعين لا فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين. فيديو النهارده يا حبايبي للست البيت المصرية، للظروف الاقتصادية اللي عايشة فيها الأيام دي، وكل ست بتفكر هتعمل ايه. سيبيها على ربنا وانسي كل حاجة، ارميها وراكي وتعالى اقولك على كل حاجة تعمليها. معايا القوطة عندنا ب5 جنيه، عندك انتي بقى ممكن تكون كيلو ونص ب10، هتغلى لسه الأيام الجاية. هتعملي ايه؟ هتجيبيها وتعبيها في اكياس وتحطيها، وقت ما الايام الجايه القوطه بتبقى صفرة، لا هنطلعها اللي احنا جايبينها دلوقتي ونعمل منها الاكل بتاعنا، او تضربيها وتطحنيها وتصفيها وتشيليها في اكياس، او تعمليها صلصه. ادي فكره كمان. جبنا الكرنب وسلقناه نص سلقه وشلناه في الفريزر، وبعد كده نطلعه نحطه في ميه سخنه ونطول نقطعه ونحشيه. جبنا الفاصوليا عندنا كيلو ونص ب10، عندك انتي كيلو وربع ب10 مش مشكلة، بتيجي في رمضان بتبقى ب30 وب40 جنيه. لا انا اجيبها واحطها في مية سخنة بليمون ونزلها فيها واطلعها احطها في مية ساقعة واسيبها تبرد واحطها في اكياس بالالاستيك كيس التلاجة واشيلها. البصل، حتى البصل هيغلى هيغلى تاني، نجيبه. ودلوقتي انا عندي البصل كيلو وربع ب10، اجيب الكمية اللي تكفي بيتي واعرف بيتي بيكفي قد ايه من اول الشهر لاخره واشيلها. فراخي ولحمتي المفرومة برضو اجيبها واشيلها. الخضرة بتاعتي اجيبها واقطعها واحطها في ميه سخنه برضو وليمون، واطلعها احطها في ميه ساقعه واشيلها في اكياس في التلاجة، وتقعد معايا وتكفي لشهر رمضان وبعد شهر رمضان كمان. ولسه كمان البنجر عشان قيمة غذائية، نقدر نحط عصير في رمضان ونقدر نعمل منه سلطة كمان، نقطعه ونغسله ونحطه في الفريزر من غير اي حاجة. معانا البتنجان كمان، نقدر نجيبه نغسله كويس ونحطه عليه ملح ونغلفه في جرنان ونشيله في التلاجة، هيبقى معانا سليم وعمره ما هيبوظ. اللفت كمان هنجيبه ونحطه ونخلله يقعد من السنة للسنة، تكليف رمضان ويقعد معاكي كمان لبعد رمضان. النهاردة حبايبي انا قمت معاكم في فيديو كله اظني كل حاجة شاملة. انا جبت الخضار اللي لقيته قدامي، انتي الخضار اللي بتحبيه تقدري تجيبيه وفي مية سخنة وليمون تنزليه، وبعد كده تطلعيه في مية ساقعة وفي اكياس وتشيليه. دبري ووفري كل حاجة النهاردة هتلاقيها، واستنوني في فيديوهات جاية علشان خاطر الظروف الاقتصادية، ودعموني ويلا نشجع بعض، وما تنسوش الاشتراك واللايك، واستنوني في فيديوهات قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.